إزاي الماشين بتتعلم؟ خلينا ناخد اللينير ريجريشن كمثال. لو أنا عندي سامبل واحدة بس فهي defined بحاجتين، فأنا عندي 2D space. لو أنا عندي سامبلز كتيرة فأنا أقدر إن أنا scatter السامبلز ده هي في 2D space. عندي hours و marks، فاللي أنا عايز أعمله دلوقتي اللي أنا عايز أجيب اللاين اللي بيفيد فيه الدايركشن بتاع السامبلز. فاللاين الأولاني ده وحش، اللاين التاني وحش، اللاين التالت حلو لأن هو أقرب ما يمكن من كل الداتا بوينتس بتاعتي. طب دلوقتي إزاي الماشين تفكر في حاجة زي كده؟ فكر معايا دلوقتي ازاي اللاين ده بيتغير. اللاين ده بيتغير بحاجتين، السلوب بتاع اللاين وده بيحدد الاورينتيشن، وبيتغير بيه البايز وده بيحدد الجزء المقطوع من الواي اكسس او محور الصادات. انا دلوقتي عشان اديفاين الايرور او الكوست هقول حاجه بسيطه قوي. مفيش حد بيتعلم غير لما يغلط. الماشين مش هتتعلم غير لما تغلط شويه، وهي غالبا هتغلط شويه. فهي هتبدأ في الأول إن هي تغلط، هتبدأ بشكل راندوم، وبعد كده هبدأ إن أنا أحسن من البيهيفير بتاع الماشين بتاعتي. فأنا دلوقتي عندي السامبل هتكون بعيدة شوية عن اللاين اللي هو اتجاب بشكل راندوم، فالسلوب بتاعه راندوم والواي انترسبت بتاعه راندوم. فهحسب الايرور، هحسب المسافة اللي ما بين البوينت واللاين اللي اتجاب. فدلوقتي معايا اللاين ومعايا البوينت. كل اللي أنا أقدر أعمله إن أنا آخد المسافة اللي ما بين الاتنين دول، وبرضو عندي بوينتس تانية، فأنا لازم أكونسيدر كل المسافات دي كايرور. طيب خلينا نفكر فيها. أدي بوينت ليها إكس ليها واي، ليها فرق عن اللاين. هاخد الفرق بتاع البوينت دي عن اللاين، فأنا دلوقتي الإكس بتاعت البوينت دي الحقيقية على اللاين بتدي واي معينة، نقول عليها الواي بريدكتد أو الواي هات، وليها اكشوال واي ترو واي. فأنا دلوقتي اللي هعمله اللي أنا هاخد الفرق ما بين الاتنين، وعلشان انا مش هيفرق معايا الدايركشن البوينت بتاعتي فوق ولا تحت وانا بقول الايرور لان هو كده كده غلط. فانا اللي هحتاج اعمله اللي انا سكوير الكلام ده عشان مش بكير about the direction. فاللي انا هعمله اللي انا هاخد السكوير بتاع الكلام ده. طب استنى، انت معاك بوينتس كتيره، معاك سامبلز اكتر، هتعمل ايه؟ اجمعهم كلهم واقسم على عددهم، فانت بتاخد الافريج بتاع الايرور ده كله. ولذلك هتلاقي في سميشن وهتلاقي 1 over m. وساعات بنحط مع الام اللي تحت دهيت بنحط معاها 2 علشان لما نجيب الديريفيتيف زي ما هنشوف خلال ثواني. طيب ما تنساش ان اللاين y بتيكوال ام اكس زائد بي السلوب والواي انترسبت. الام دهيت هغيرها اخليها w علشان اسهل على نفسي الرموز. وكمان في الماشين ليرنينج بنستعمل الكونسيبت بتاع الويتس اكتر. والواي انترسبت هسميها بايز. فدلوقتي انا هتخلص من البايز وهفكر بس في لاين بيتحرك دايما فيه الاوريجين، فانت فكر فيه اللاين بيحرك الدايركشن بتاعه بس مش بيغير البايز. لو كنت تفتكر انا معايا الايكويشن بتاعت الكوست. دلوقتي لما هغير الويت او هغير السلوب بتاع اللاين ده هيغير فيه الكوست، لان اللاين عمال يتحرك بيقرب او يبعد عن البوينتس، فبالتالي هيغير الكوست. فدلوقتي بقى عندي ريليشن شيب ما بين الاثنين. انا بدات بشكل راندوم فجبت سلوب بشكل راندوم، ممكن اكون بدات من البوينت دي مثلا. طب اللي انا عايز اعمله ايه؟ اللي انا عايز اعمله بقى اللي انا زوم ان اشوف السلوب بتاع التانجنت عند البوينت دهيت بكام، وابدا اللي انا احرك نفسي في الدايركشن بتاع السلوب ده. بمعنى ايه؟ خد التانجنت، خد المماس عند البوينت دي، وخد السلوب بتاعه اللي هو دلوقتي بوزيتيف، وكده بوزيتيف كبير، وكده يبقى زيرو، وكده يبقى نيجاتيف. رجع تاني اللاين وفكر في الموضوع. لو انا دلوقتي اتحركت بالجزء البوزيتيف ده اللي هو السلوب ده، ايه اللي هيحصل؟ همسك الويت بتاعي هقلل منه مقدار السلوب ده، فهقلل منه بوزيتيف كبير، فايه اللي هيحصل؟ هتحرك ناحيه الشمال لان الويت هيقل. وده كويس لان ده فعلا الدايركشن اللي هينزلني في الاتجاه بتاع الكيرف. هيقربني من التروف، هيقربني من اقل بوينت اللي هي البوينت بتاعت اقل كوست. وبعد كده اعمل نفس الكلام، وروح على السلوب اللي بعده بتاع البوينت اللي بعده، او التانجنت اللي عند البوينت اللي بعده. ايه اللي هيحصل؟ السلوب اقل شويه فهتتحرك بمقدار اقل شويه، ويفضل الحركه بتاعتي تستمر بالمنظر ده لحد ما اوصل لسلوب زيرو. والسلوب زيرو ده هو هيكون بالنسبه لي اقل كوست لان هو فعلا على اقل منطقه في الكيرف، فدي المفروض تديني اقل كوست. ويبقى انت دلوقتي جبت الويت اللي يديك اقل كوست او اقل ايرور، يبقى انت دلوقتي جبت السلوب اللي يقدر ان هو يفت الديتا باقل ايرور، يعني يكون اقرب ما يمكن من الديتا بوينتس بتاعتك. طيب كلام جميل. لو بدأت من الناحية التانية عشان الويت initialized randomly، فانت السلوب بتاعك هيكون نيجاتيف، مش هتفرق معاك لانك بتطرح السلوب. لما تطرح النيجاتيف هيبقى بوزيتيف، فهتمشي فعلا في الدايركشن اللي يكبر الويت وبرضه يقلل الكوست. كلام جميل.
بص على الايكويشنز، الواي هات كانت دبليو اكس زائد بي. اللي انا عايز اعمله دلوقتي اللي انا عايز احط الكلام ده كايكويشنز عشان اقدر اخلي الدنيا سهله بالنسبه لي وسهله ان هي تبقى implemented في الماشين. فاعمل ايه؟ السلوب على different points defined by الديريفاتيف، فانت خد الديريفاتيف بتاع الكلام ده، فالاتنين هتنزل تطير الاتنين في الديريفاتيف بتاع اللي جوه البراكتس. الديريفاتيف بتاع اللي جوه البراكتس عباره عن مشتقة الكوست بالنسبة للويت، لان الكوست بيتغير مع الويت مع تغير الويت. فمشتقة الكوست بالنسبة للويت دبليو اكس زائد بي اشتق بالنسبة للويت ده يديك اكس، فالاكس هي اللي هتنزل هتكون معايا. يبقى انا دلوقتي معايا واي هات ناقص واي مضروبة في اكس. حلو قوي، ده هيكون التغير اللي انا بغير بيه الويت، ولذلك هتاخد دبليو نيو هتساوي دبليو اولد الدبليو القديمة ناقص واي هات ناقص واي مضروبه في اكس اللي لسه متكلمين عنها. الناس لو الله طب ما انا الديريفاتيف بتاعي ممكن يبقى كبير قوي، طيب عايزين نقلل من الديريفاتيف شويه، اضرب في حاجه هنسميها الليرنينج ريت، فهتخلي الستبس بتاعتك في الويت ابديت اقل شويه. على سبيل المثال دلوقتي قصادك الشكلين، فانت دلوقتي في الكيس ده هي الويت راندوم، اللاين بعيد عن البوينت. طب بعد كده لما بحسن خد البوينت التانية، فدلوقتي قرب شوية وفعلا اللاين بدأ يقرب شوية والويت أقل. خد البوينت التالتة فتوصل لأقل كوست، فالواي هات تبقى بتساوي الواي، يبقى فعلا وصلت للبوينت اللي انت عاوزها. وكده الماشين فعلا تكون اتعلمت ازاي تفت البوينتس بتاعتي من خلال لاين. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي لو انا عايز ادخل البايس تاني معايا؟ اللي هيحصل ان دي هتكون الويت كوست ريليشن شيب، فلو اعتبرت ان البايس another weight another parameter محتاج ان هو يبقى اوبتمايز، فالدوائر اللي عندي دي كل ما هتقل واوصل للسنتر انا بقرب للمينيمم كوست. ليه؟ لان الكوست هو عباره عن الدايمنشن الثالث، عباره عن الدايمنشن ده، فانا اول لما اقرب من السنتر بقرب من الجلوبال مينيما اللي هو الزيرو كوست.